هو ايه السر اللي ورا النسر اللي بيبص بكل فخر جوه علم مصر؟ هل دي مجرد رسمة كده وخلاص ولا وراها قصة تاريخية عظيمة؟ النسر ده مش مجرد أي نسر، ده نسر صلاح الدين الأيوبي. أيوة، هو نفسه صلاح الدين الأيوبي، القائد العظيم اللي حارب الصليبيين وحمى بلدنا. طب ايه علاقته بالعلم؟ الحكاية بدأت من زمان جدا، من أيام الدولة الأيوبية اللي أسسها القائد صلاح الدين. النسر ده كان رمز لقوته ولشجاعته وعزيمته في الدفاع عن الحق وعن الأرض. كان بيرمز للعظمة والشموخ، وإن مصر دايما بتبص لقدام وهدفها العلو والتميز. وعلى مدار العصور المصريين شايفين إن النسر ده رمز لقوة مصر. ولما جه وقت الثورة سنة 1952 القادة بتوعنا حبوا يختاروا رمز يكون معبر فعلا عن تاريخ مصر العظيم وعن تطلعاتهم للمستقبل وعن قوتهم وإرادتهم إنها تكون دايما حرة ومستقلة. ما لقوش أحسن من نسر صلاح الدين الأيوبي اللي يحطوه في نص العلم. يعني النسر اللي انت شايفه جوه العلم ده مش مجرد رسمة وخلاص، ده تاريخ طويل من التضحيات والبطولات، ورمز للأصالة المصرية والعزيمة شعب ما ينحنيش أبدا. عشان كده لما تشوف علم مصر بيرفرف اعرف ان النسر اللي جوه العلم ده بيحكي حكاية عظيمة، حكاية أجدادنا وحكاية أبطال اللي صانوا الأرض. واعرف ان ده رمز لقوتنا وإصرارنا.